السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هعمل وجبة عشاء متكاملة تنفع عشاء أو فطار. هعملها من عيش التورتيلا والبطاطس المحمرة والبيض المقلي والطعمية، طبعا مع الخضار اللي هو الكابوتشا والجرجير. هعمل أول حاجة الطعمية المحشية، هنشوفها ازاي. عندي انا الطعمية ديت كنت عاملاها في البيت فيديو قبل كده. باخد جزء من الطعمية عليها طبعا اللي على الوش ده كزبرة وده سمسم، وعندي فلفل احمر بارد على حامي، وبحطها في المنتصف كده علشان تبقى محشية. بفردها، وعندي زيت للقلي بحطها علشان اقليها. الطعمية بعمل لها حفرة كده، وبحط الفلفل البارد على الحامي حسب الرغبة، لان بصراحة بتديلها طعم. بحط عليها السمسم واقليها، افردها شوية كده واقليها. عملت الوجبة بتاع العشاء، قليت الطعمية وقليت البطاطس وقليت البيض، وعندي الكابوتشا متقطعة وغسلاها، وعندي الجرجير متقطع وغسلاه، وعندي العيش اللي هو عيش التورتيلا عاملاه في البيت، وانا كنت عاملة فيديو قبل كده طريقة عمل عيش التورتيلا. وممكن نتناول الوجبة زي ما بتتباع في المحلات، بيقولوا عليها لفة أو لفلوف. هنشوف اللفة أو اللفلوف بيتعمل ازاي. بنجيب العيش أيا كان، ونحط عليه قليل من الجرجير وقليل من الكابوتشا، وناخد بطاطس ونحط بطاطس، ونجيب طعمية نحط طعمية اللي هي المحشية، وناخد من البيض ونحط بيض، ونلف الساندوتش، وهو ده اسمه اللفة او اللفلوف. وديت وجبة العشاء المتكاملة او وجبة فطور المتكاملة. ممكن نتناولها بالعيش التورتيلا او اي عيش او كريب، اي نوع من انواع العيش، او ممكن نعملها لفة او لفلوف زي ما بيسموها. طبعا طريقة عمل الطعمية في البيت جميلة جدا، والطعمية المحشية طعمها جميل جدا. علشان النظافة وكده فبنعمل الطعمية او اي حاجة بنعملها في البيت. والسلام عليكم.